انت حضرتك عمرك شفت فلاح بان عليه اثر الثراء او الغنى؟ على حسب. لا مش على حسب. يعني في فلاحين كتير اصل هم عندهم مايند سيت، خد بالك كده، مع احترامي والله انا بتكلم دلوقتي على فلاحين الفكر. الفلاح النهارده في الارياف لا، في ناس كتير معاها فلوس عنده فدان مثلا 3 مليون جنيه، وهو معاه فلوس. بينتج إيه الفدان ده؟ بينتج شويه بصل ب 20 30 الف جنيه، هو صرفهم على مدار السنه تسميد ورعايه واداره، وبيجمعهم لما بيع المحصول 20 30 الف جنيه. بس الفلاحه بقت في الدلتا القديمه عند الفلاحين البسطاء حبايبنا واهالينا هذا لايف ستايل، لكن مش ثراء، مش بزنس وايز. اوكي. طب لو باع الفدان ده ابو 3 مليون جنيه ده، يجيب له 50 فدان في الصحراء ينتجوا قد 50 فدان من اللي عنده فين؟ دلتا القديمه. نفسي فدان في الصحراء بس. انا النهارده معايا فدان ب 3 مليون جنيه في طنطا، ارض السوداء وصلت قمه غلوها، بقى الفدان ب 3 و4 مليون جنيه. طب انا النهارده الفدان في الوادي الجديد ارض نظيفه مثلا ب 100,000 جنيه، اصبح الفدانه ب 4 مليون جنيه، يجيب لي 40 فدان الوادي الجديد. انتاج فدان الوادي الجديد ضعف انتاج فدان طنطا. دي ارض سمراء بقت متشبعه بالصرف، فيها محتاجه دايما اتأهلكت زراعه. فالفدان اللي هيجيب لي 12 طن بصل في طنطا، لا فدان الوادي الجديد هيجيب لي 20 و25 طن بصل في الوادي الجديد، ارض بكر.